حلقة جديدة من برنامج دكتور بيشو اللي هي بيشو يعني. معلش، افهات نردات، استحملنا شوية. في الحلقة دي يا معلم هكلمك عن الاستشاري ازاي وصل للمرحلة اللي هو فيها دي، ازاي وصل ان انت ممكن تخش له العيادة تقعد ساعتين تلاتة مستنيه، وبعدين تقابل حد من المساعدين، بعدين تقابله هو، بعدين يلا انت وصلت للموضوع ده ازاي؟ طب عديت بايه بقى عشان توصل لكل الكلام ده؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض في حلقة النهاردة. بص يا معلم، الكائن البشري اللي قرر ان هو يخش كلية طب سواء بمزاجه او اهله اجبروه ان هو يخش كلية طب بيكون عنده سكة ال16 17 سنة، لسه عيل خارج من ثانوي، مراهق بريء جدا. اصحابه كلهم بيدوروا ازاي بقى ان هم في الجامعة هيقابلوا بنات ويخرجوا مع بنات ويروحوا بقى بلاي ستيشن ومش عارف ايه وبتاع، لان هو بقاله 3 سنين في ثانوي قاعد عمال بص بيتفحت، يخرج بالفيزياء على الكيمياء على الاحياء على العربي على الانجليزي، فنفسه يشم نفسه. فلما بيجي يشم نفسه بيلاقي ريحة الفورمالين جوه المشرحة، هي دي الريحة اللي بتشده. تخش تلعب في الكبد، تخش تشوف رئة واحد سموكر، لان طبعا الجثث اللي احنا بنشوفها في المشرحة دي يا اما جثث مجهولة ما حدش عارف دي بتاعت مين، يا اما جثث ناس مساجين حكم عليهم بالاعدام. فانت بتلاقي جثث اصلا يعني ضايعة، فاهم؟ وفي جثث مشوهة، فغالبا ما بيبقاش شخص سليم ومعافى، لا يعني يا اما الكبد بايظ، يا اما الرئة بايظة، يا اما عنده مشاكل في الامعاء، يعني فاهم؟ في حاجات ضايعة. فيبتدي يقول الله سبحان الله، شوف قد ايه يا اخي الواحد جواه اعضاء بص بتشتغل ازاي. يخش شوية على الكيمياء الحيوية فيقول يا رب يا رب، كل التفاعلات دي بتحصل في جسمي وانا قاعد كده، يا سبحان الله. يخش شوية يرسم بقى الخلايا والأنسجة ويدرس الهيستولوجي. كل دي بتبقى حلاوة بدايات. لما تبتدي تخش سنة تانية تبتدي تزهق، لأن أنت بتدرس نفس الحاجات لمدة سنتين والحاجات مش راضية تخلص، ودايما عمالين يحسوك الحق الترم هيخلص، الحق أصل مش عارف إيه هيخلص، الحق أصل بتاع. فجأة بتلاقي الدنيا كربب، فتبتدي تزهق، تبتدي تمل، فتخش على سنة تالتة يقولوا لك ده أنت هتاخد 4 مواد جداد نوفي، مش اللي أنت خدتهم في أولى وتانية. يقول لك أصل إحنا في أولى وتانية بناخد نفس، قال لك لا، في تالتة حاجة مختلفة. تالتة انت هتاخد باثولوجي وهتاخد فارماكولوجي وهتاخد مايكروبيولوجي وهتاخد باراسيتولوجي. فانت تسمع الاسماء في الاول كده تتخض، بعدين تقول طب افهم، يعني انا مش هتخض بدون سبب، افهم بس الاسماء دي يعني ايه. فطبعا بتلاقي اللي بيشرح لك واحد جاي من الصعيد، اللي جاي من الصعيد طبعا عارفين كلنا الصعايده بيقولوا الجيم جيم، بس الفكره ان هم لما بيجوا الكليه ويوصلوا سنه تالتة بيبتدوا يقولوا على الجيم اللي هي باثولوجي، بيبتدوا يقولوا باثولوجي دي لا مش باثولوجي، يبتدوا يقول لك باثولوجي، فارماكولوجي باراسيتولوجي. ليه ما انت بتعطش كل الجيم جاي عند دي اللي هي جي يعني بتتنطق جي، هي اصلا الحرف اسمه جي، جاي عنده هتتنطق جي، يعني تقول جي باثولوجي فارماكولوجي. فاهم؟ دي فئة من الناس كده اللي احنا بنقابلها في كلية الطب. المهم يا سيدي الباثولوجي ده او الباثولوجي في رواية احدهم، ده علم الامراض. انت بتاخد المرض نفسه بيخش بيبقى عامل ازاي، او طريقة دخوله، البكتيريا وهي بتغزو الموضوع، الفيروس وهو بيغزو الموضوع، وشكل الخلايا ازاي بيتحول. لما انت درسته في سنة اولى وتانية ازاي يتحول بالمرض الفلاني بقى كده في سنة تالتة، وتبتدي تاخد الميكروبيولوجي اللي هو مايكروبيولوجي في رواية احدهم. الميكروبيولوجي ده هو انت الكائنات المايكرو الدقيقة اللي عايشة جوه جسمنا، فتبتدي تكتشف ان جسمنا فيه حوالي 50,000 نوع بكتيريا، مش عدد، لأ 50,000 نوع. النوع الواحد بقى منهم فيه أعداد مهولة، فتبتدي تكتشف ان انت عبارة عن أصلا بكتيريا. فتبتدي تكتشف تفاهة الإنسان وان هو أصلا مضار بشوية بكتيريا، ولو حاولت تأذيها هتفشل في افكارك. تبتدي تقول ايه في ايه، فجأة تبتدي لسه هتاخد نفسك تخش على الباراسيتولوجي اللي هي علم الطفيليات والديدان والحشرات، فتكتشف البق واللي ما بقش والحشرات اللي ممكن وانت بتربي كلب عندكم في البيت تروح تقطع من امه عشان خاطر انت خايف يجيلك منه عدوى، ولا القطة اللي بتجيب عقم، ولا مش عارف ايه. فتبتدي تكره الحياة شوية وتقوم عامل تدرس بقى الفارماكولوجي اللي هي الفارماكولوجي في رواية أحدهم. الفارماكولوجي ده يا معلم مبادئ بقى ال الأدوية،
إزاي الدوا ده جبناه من النبات الفلاني والّا جبناه من الحيوان الفلاني والّا استخرجناه مش عارف من إيه، وتبتدي ترسم دواير كلّها كربون وكلّها بنزين وإيثيلين وميثايلين وقصة بنت لذينة، وبعدين لسه هتاخد نَفَسك تقول ياه أنا مش يقول لك أنت مش قادر؟ طب خُد على دماغك، طِب بيئة ومجتمع، خُد على دماغك، طِب شرعي، خُد رمد وأنف وأذن وحنجرة، فتبتدي تقول إيه، لأ ما دول سهلين دول عادي. فتعدّي سَنة رابعة معاك يعني إيه، قليشطة كده عادي عدِّت الحمد لله.